ده يفكرني بقصة لبعض الخدام اللي نزلوا يخدموا في الصعيد في فترة، وقابلوا هناك امرأة تقريبا عمرها 60 سنة، وحكت لهم قصة عجيبة. الست دي كان ليها أخ وحيد، وكان قرب يتجوز، فكانت محوشاله اللي تقدر عليه. ايه بقى اللي تقدر عليه؟ قعدت تحوش له رز، وتحوش له سكر عشان تعمل له الشربات بتاع فرحه، يعني حاجات بسيطة، رز وسكر ده اللي جه على بالها. ومحوشاله تحويشة عمرها 1500 جنيه، حطهم في حلة جوه حلة جوه حلة جوه حلة، ومخبياهم عندها في البيت عشان يوم الفرح تديله الفلوس نقوط، وتديله السكر والرز اللي هي محوشاهم له. لكن خرجت مشوار ورجعت، لقت البيت كله مسروق. حرامي دخل، أخد كل السكر وكل الرز اللي هي محوشاهم دول، وخد كمان 1500 جنيه، لقاهم وخدهم. خد كمان شوية لبس ليها اللي كان موجود، لبس بسيط، خدهم سرقهم كلهم. هي رجعت البيت وشافت المنظر ده، قعدت تعيط تبكي بكاء مر جدا، انها تحويشة العمر والحاجات اللي كانت عاملاها لاخوها كلها راحت، ومش هتعرف تحتفل بيه، وكل حاجة اتاخدت، وقعدت تبكي تبكي تبكي. وهي إنسانة بسيطة جدا، فلقت نفسها عملت ايه؟ راحت جابت جاز من المطبخ ودلقته على نفسها، وبعدين راحت رايحة تجيب عود كبريت تولع في روحها. يعني مش قادرة تواجه الموقف، ومش قادرة تواجه أخوها، وصعبان عليها نفسها، يعني تصرف عجيب جدا. فلسه بتعمل كده، طبعا هي بتحكي الكلام ده للخدام اللي راحوا يفتقدوها، اللي من عندنا في الكنيسة، ويفتقدوها في البيت في الصعيد. فيقولوا لها وبعدين عملت ايه؟ تولعي في نفسك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قالت لهم لا، ما هم قالوا لي بقى ما تولعيش في نفسك كده، حرام كده، غلط، ده اسمه حاجة اسمها انتحار، وده غلط وما ينفعش. وانا مرضتش ازعلهم بقى لان كانوا زعلانين قوي. الخدام بيسمعوا وبيقولوا لها انت بتقولي على مين اللي زعلانين دول؟ مين اللي بيقولوا لك ومين اللي زعلانين؟ مش انت عايشة لوحدك هنا في البيت؟ قالت لهم لا، البابا كرولوس والعذراء قالوا لي لا ما تعمليش كده، ده غلط كده، تموتي نفسك ازاي؟ لا، ربنا هيحلها من عنده، ما تزعليش نفسك كده، اوعي تعملي كده، ربنا يزعل. ولقيتهم باصين لي بمزعل كده. الخدام قالوا لها يعني ايه؟ مش فاهمين، يعني البابا كرولوس والعذراء مريم كانوا واقفين هنا بيكلموك يقولوا لك كده؟ قالت لهم اه، وبتتكلم عادي، يعني كأنها بتقول لهم هما مش بيظهروا لكم انتوا كمان يعني، ولا انا بس اللي بيظهروا لي، ولا ايه؟ معتبرة دي حاجة عادية. قالت لهم ايوه، جم قالوا لي كده، فانا لما لقيتهم متضايقين مني كده وبصين لي بصه كانهم متضايقين، فقلت لا ما ازعلهمش بقى، بطلت اللي انا هعمله ده. يعني كانها حافظه شكلهم انه دايما بيبقوا مبتسمين لما بتشوفهم، لكن المره دي بقى ظهروا لها متضايقين، فعشان كده حست انها بتعمل حاجه غلط، وان الانتحار ده حرام وغلط انها تعمله يعني. طبعا الخدام يعني كانوا بيسمعوا الكلام وهما مندهشين، لكن هما شايفينها إنسانة تقية، بيتها كله مليان صور قديسين، يعني امرأة عايشة لوحدها في حتة في الصعيد مش معروفة، في قرية جوه قرية، لكن ربنا بيهتم بيها وبكل تفاصيل حياتها. وزي ما المزمور بيقول كده، إذا صعدت للسماوات ها أنت، وإذا نزلت للهوية أنت هناك أيضا. بمعنى إن الناس الأتقياء دول يعني يحلقوا في السماء بالصلاة بتاعتهم، فيشوفوا ربنا في السماء. وإذا حاولوا يعملوا حاجة غلط زي الست دي كده، وكأن هما هينزلوا للهوية، يقوم ربنا ينزل وراهم يلحقهم لغاية آخر نفس، يلحقهم علشان ما يعملوش حاجة مؤذية أو خطية كبيرة.